عايز اقول لك، بتبقى في حوارات عابرة لكنها بتصبح جزء من التاريخ. يعني مثلا ام كلثوم كوكب الشرق ما عملتش حوارات كتيرة جدا، لكن الفنان سمير صبري امتلك شرف انه يكون صاحب اخر لقاء معها قبل رحيلها. هو بيقول انه اتجرأ وسأل لها: انا عايز اعمل معاكي حوار. قالت له: انا مسافره بكره الصبح. قال لها: ده ممكن اجي لك المطار الصبح بدري؟ قالت له: عشان انت جدع كده وعايز تعمل معايا حوار، انا هجي لك بدري قبل السفر بساعه. وفعلا قابلته في صاله كبار الزوار. سمير صبري سالها سؤال مهم قوي، قال لها: شعورك ايه لما اطلق الرئيس لحبيب بورقيبه رئيس تونس اسمك على شارع في تونس؟ قالت له بنبره فيها اعتزاز وايضا فيها شيء من العتاب: كنت اتمنى ان يكون في مصر شارع باسمي، لكني اشكر الرئيس الحبيب بورقيبه رئيس تونس انه قرر ان يعمل شارع باسمي. وبتقول له: انا غنيت في استاد كبير، والرئيس كان بيعرف ان انا بحب ريحه الياسمين، فحط ياسمين في كل ركن من اركان المسرح عشان لما تغني تسمع يسمع صوتها وتشم رائحه الياسمين. سمير صبري بيقول انه اي حد هيشاهد الحفله بتاع تونس وهي لما غنت اغنيه الاطلال هيكتشف ان هي قالت الكوبليه: هل راى الحب سكارى مثلنا 35 مره بقفله مختلفه، يعني كل مره مختلفه عن الثانيه. وقال لها: انا عديت القفلات دي 35. قالت له: انت وجن. لكن سالها سؤال بقى تاني، قال لها: لو انت مش ام كلثوم كنت تحب تبقى ايه؟ قالت له: كنت احب ابقى اكون حارس مرمى في النادي الاهلي. قال لها: ليه؟ قالت له: حارس المرمى هو المدافع، وانا فلاح بحب ادافع عن المرمى وبدافع عن الارض والعرض والشرف والبلد. وقالت: انا احب اكون مدافع في النادي الاهلي اللي انا بحبه. الجواب ده ام كلثوم ربطت بين الفن والوطن والغناء والكرامه، والحقيقه ما كانتش شايفه نفسها انها نجمه مدلله، لا، كانت فلاحه تعرف قيمه الارض والدفاع عنها. سمير صبري بعد الحوار ده بيقول: انا اتعلمت اشياء كثيره جدا من ام كلثوم، تعلم الانتماء للوطن وحب المهنه والتمسك بالجذور، وهي كانت بتفتخر دايما بانها فلاحه. الحوار ده كان في صاله كبار الزوار، ما كانش مجرد لقاء اعلامي، لا، كان لحظه تاريخيه اختلطت فيها العظمه بالبساطه، والفن بالوطنيه، والانسان بالاسطوره. بشكرك انك استمعت الي. تحياتي وكل شكر لك.